اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو جميل جدا. هنعمل الفطاير اللي انتوا شايفينها ديت بحاجات بسيطة يعني من البيت ان شاء الله. بس نتيجتها جميلة جدا، وبتنفع للفطار، وبتنفع ممكن سندوتشات كده للمدارس او الواحد نازل. انا خدتها بصراحة وانا امبارح كان عندي جلسة. خدتها في المستشفى. جميلة جدا يعني. هنشوف دلوقتي كده المقادير مع بعض. انا معايا حوالي كيلو وربع دقيق. انا ما وزنتهمش بصراحة، بس هما يجوا كده حوالي كيلو وربع. حطيت عليهم معلقتين من السكر، وكيس من الخميرة. الكيس دوت 12 جرام من الخميرة، يعني حوالي معلقتين كبار خميرة. وزودت عليهم كده ذرة من الملح، رشة بسيطة يعني ربع معلقة صغيرة. وقلبتهم بقى كويس كده. وبعدين انا معايا كوبايه لبن واحده، ممكن تعمليها بميه. يعني ممكن تشيلي كوبايه اللبن ديت خالص. انا حطيت بس كوبايه لبن كانت عندي، وقمت حطيتها كده. وزودت بقى بالميه. الميه طبعا واللبن بتاعي بيكون دافيين، عشان انتوا عارفين الشتاء والجو ساقعه. عشان الخميره تنشط معايا بسرعه. وزودت كده حوالي 4 معالق من الزيت، المعالق اللي احنا بناكل بيها الاكل ديت عادي. تشوفي كده بعينيكي كده بالنظر كده. 4 معالق يعني، انا قدرتهم كده، ما عملتش بالمعلقه. والبيض ده ما حدش يقول لي بقى عليه ايه اللي هو سايح كده ونايح، عشان بصراحه انا كنت جايباه في كيس. و... ونسيت اللي دوت كان كيس من البيض، وقمت بصراحه موقعاه في الارض اتدشدش كده. لحقت لميت دولت يعني اللي كانوا ايه انضف حاجه في الكيس يعني. حوالي كده معلقه 2 حبتين من البيض. انا هكتب لكم كل المقادير كده ان شاء الله. هحطها لكم وهكتبها لكم برضو. الميه ديت طبعا زي ما قلت لكم دافيه كده، وبقيت ازود شويه بشويه. هو حوالي ايه كوبايه ميه وكوبايه لبن حليب. تمام. وخدت العجينه ديت بقى كده كويس زي ما انتم شايفين كده، وقعدت الت واعجن فيها لغايه ما بقت عجينه ناعمه معايا. غطيتها ولغايه ما خمرت. طبعا انتوا عارفين انا بحطها تحت البطانيه على السرير كده تحت البطانيه، علشان الجو يبقى دفى وتخمر معايا بسرعه. اهي شكلها، بصوا شكلها جميل، وكانت عجينه طريه وجميله جدا جدا جدا. طبعا انا جبت الرخامه اللي في المطبخ وحطيتها كده، وانا قاعده كده على الطبليه علشان تبقى سهله معايا. قطعتها كده كور على حسب بقى ايه ما العجين ياخد معايا. ما عديتهمش بصراحه كام كوره. عملت شويه وخليت شويه كده ايه، خليتهم على جنب يعني علشان ما يبقاش في كركبه قدامي ولا اي حاجه. بعمل حبه بحبه. ودوت بصل اخضر، حزمه بصل اخضر واحده. وحطيت عليها حوالي ربع جبنه، ربع جبنه قريش اهو. ديت هتبقى الحشوه بتاعتي اللي انا هحشيها جوه العجينه. انتوا بايديكوا الحشوه ديت بايديكوا، عايزين تعملوا اي حاجه، لحمه مفرومه، لحمه معصجه، عايزين تعملوها حلو مربى تحشوها مربى، تحشوها نوتيلا. الحشوه دي في ايديكوا انتوا، اللي نفسكوا فيه تحشوا بيه. انا عملتها بالبصل والجبنه. دهنت بقى الصينيه كده بالزيت، ودهنتها كويس، ومن الجناب كده دهنتها علشان طبعا انتوا عارفين العجين بعد كده بيخمر، فعشان ما يلزقش في الجناب. وبقى عملتها بصوا بالمنظر ده كده، هي بتتفرد يعني بسهولة. بس ترشي الاول رشة دقيق، وبرضو ايديكي يبقى فيها دقيق على العجينة من فوق بقى كده، علشان النشابة ما تلزقش فيها اهو. بالطريقة ديت كده والزق. وبعد كده اقطع اللي تحت بالسكينة، وبعدين الفها رول تاني اهو. اهو. انا ما عجبنيش الرصة ديت في الصينية، غيرت الرصة هتشوفوها دلوقتي. حسيت اللي هي لسه هتخمر، اهي شايفين عملتها بنفس اهي الشكل ده كده اهو. عملت لكم واحدة بالراحة شوية علشان تقدروا تشوفوها هي يعني بتتعمل ازاي بالظبط اهو. هنا ما كنتش دهنه الوش، فلزقت معايا في النشابه، فعملتها على الناحيه التانية علشان يبقى فيها دقيق اهو. بصوا بالراحه ازاي والزق
والف الجناب اهو، الجناب علشان ما تخرجش الحشوة منها، وبعدين اقطع النص اللي تحت بالطريقة دي كده، وبعدين الفها تاني. لو لقيتوها ما لزقتش في بعض، واحدة واحدة كده اهي، بصوا اهي، والزقهم عادي عادي خالص عشان تضمني اللي هي ما تفكش منك تاني في الصينية. وبعدين هي هتخمر علشان تبقى تاخد الشكل بتاعها اهو. جم معايا 3 صواني، طبعا بغطيها وبدفيها. جم معايا الكمية ديت 3 صواني طبعا، وبسيبها تخمر زي ما قلت لكم في مكان تاني مرة اهو. بصوا شايفين بعد ما خمرت في مكان لازم يكون دافي يعني اهو. طبعا باقي حبة البيض اللي احنا كنا سايبينهم حوالي كده صفار بيضاية، حطيت عليهم معلقتين من اللبن ودهنت الوش. لو انت مش عايزة او ما بتحبوش البيض، هو ما بيديش ريحة وحشة ولا اي حاجة. ممكن تدهنوه بالزيت، ممكن تدهنوه بالسمنة، ممكن تدهنوه لبن بس، هيبقى زي الفل معاكم. دهنتهم بقى كلهم. بس واحنا بندهن طبعا الفرشة اللي احنا ماسكينها ديت ما تبقاش يعني ما ايدكم تبقى خفيفة شوية على العجين علشان مش عايزين الخمر بتاعه يضيع. سامحوني برضو انا بتلجلج كده في الكلام او ما بتكلمش بسرعة لما بكون واخدة الجلسة. انا قلت لكم امبارح كان السبت، كان ميعاد الجلسة بتاعتي، فكنت طول اليوم بصراحة برا وجيت تعبانة جدا. والله كنت عايزة اسجل لكم على الفيديو دوت. انا زي ما قلت لكم انا خدت من الفطاير ديت معايا في المستشفى عشان بقعد طول اليوم هناك. فطبعا لازم الواحد يتغدى هناك او لازم يكون معاه سندوتشات او اي حاجة. فخدت منها والله ما يعني المفروض الفيديو دوت انا جيت عملت مونتاج وكنت عايزه انزله بالليل، بس حسيت وانا بعمل المونتاج بتاعه، حسيت وانا عينيا كده غفلت راحت في النوم. قمت قلت لا مش هينفع. فانا لما استريحت دلوقتي، يعني انا دلوقتي بعد لحد بعد العصر اهوت الفيديو هينزل لكم ان شاء الله بعد العشاء بساعه كده او بساعه ونص ان شاء الله. طبعا بعد ما دهنت الوش كويس دخلته على درجة حرارة 190، قعدت معايا نص ساعة. طبعا ولادي ما كانوش متحملين، ومكة الصغيرة طبعا هاتي لي واحدة يا ماما، اديتها واحدة من الصينية ديت. هنقطع دلوقتي بقى ونشوف. بصوا هو كله لزق في بعضه، بس لما بتاخديه كده بصوا يعني هو مجرد ما يبرد معاكم. ما قلتلكوش على حاجة كمان، انا مجرد ما خرج من الفرن غطيت الوش بتاعه علشان يبقى طري. شايفين عامل ازاي؟ بس لما بتقطعيه هو لازق في بعضه كده اهو، بيفك بكل سهولة اهو. عاملة زي السندوتش ازاي، هو تعتبر سندوتشات، وممكن ما تحشوهوش حاجة خالص كمان. ممكن تخليه كده من غير حشو خالص، ويبقى زي الفينو زي يعني عشان يبقى سندوتش تحشيه اللي انت عايزاه اهو. عجينة والله كانت كويسة وادتني نتيجة ما شاء الله كويسة. وبرضو كيلو وربع دقيق ادوني حبة حلوين كتار، سندوتشات كتير بصراحة اهو. يا ريت والله تجربوا الوصفة دي لانها فعلا جميلة جميلة، من الوصفات السهلة وعجبتني ونتيجتها مضمونة. انا بطلع لكم كله اهوت عشان تعرفوا يعني بصوا كله السوا بتاعه اهوت واحد. شايفين؟ ورغيف مشبع يعني كبير، احسن من اللي احنا بنشتريه من الفرن لدعة صغير وقد كده ما بيشبعش خالص يعني. يلا بقى ما تنسونوش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اعز اخوات، مع السلامة.